عسل. القرع العسلي وصل. هنعمل بقى احلى طريقة بالقرع العسلي، خطيرة وجميلة جدا ومش هيبطلوا يطلبوها منك. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. اول حاجة معايا انا هجيب قرعاية وهاخدها بقى اقطعها معايا نصين. هتفتحيها هتلاقي جواها اللب ده. اللب ده لو خدتيه وحمصتيه بيبقى طعمه خطير. هعمله لكم وهنزله لكم مرة على الصفحة بتاعتي. هاخده بقى اقشره معايا واقطعه معايا مكعبات وحطيته في الحلة بتاعتي وهحط عليه كوباية من السكر واسيبه بقى لمدة نص ساعة لحد ما ينزل المية بتاعته خالص. نزل المية بتاعته اهي. هاخده بقى ارفعه على النار بتاعتي، نار متوسطة. اسيبه بقى لحد ما يستوي معايا خالص. اهو دخل في السوا وبتبصوا تلاقوا المية كده كده اتشربت منه. هاخده بقى كده وهرسه معايا بالهراسة بتاعة البطاطس بتاعتي او بالشوكة او بالمعلقة. هو بيتهرس معاكي جدا، بيستوي جدا وبيبقى سهل اوي في الهرس. ارفعه بقى من على النار واجيب معايا حلة تانية واحط فيها مكعبين من الزبدة وعليهم معلقتين من الدقيق واخدهم بقى اقلبهم معايا كده لحد ما احس ان الدقيق بتاعي انا شميت ريحته. انزل معايا بقى بكوبايتين من الحليب وافضل اقلب فيهم. وبعد كده هحتاج معايا معلقتين من السكر ورشة من الفانيليا واقلب بقى الكلام الجميل ده كله مع بعض. الريحة مش قادرة اقول لكم، ريحتها خطيرة جدا. واحتجت كمان معايا ربع كوباية من كريمة الطبخ اللي انا عاملاها معاكم ومنزلها لكم على الصفحة بتاعتي. طريقتها سهلة وبتنفع معايا في كل حاجة وجميلة جدا. حطيت معايا ربع كوباية وفضلت اقلب معايا لحد ما الخليط بتاعي بقى عامل زي ما انتوا شايفين كده، ماسك معايا وجميل جدا. اخده بقى وارفعه على النار. اجيب بقى الصينية بتاعتي اللي انا هحط فيها القرع بتاعي وادهنها بمعلقة كبيرة من السمنة وعليها كمان رشة من البقسماط الناعم المطحون. واخد بقى القرع بتاعي كده وارصه معايا في الصينية بتاعتي. شايفين رصيته وسويته معايا اهوت. انزل عليه بقى بالبشاميل بتاعتي الخطيرة اللي ريحتها علبة البيت حرفيا. وبعد كده هحتاج ربع كوباية من الكريمة بتاعتي بحطها من فوق الوش. بتدي وش كده حلو قوي وبتخلي الطعم في حتة تانية خالص. هدخلها بقى معايا الفرن. هي يدوبك هتاخد وش وهتطلع معاكي رهيبة خطيرة، طعمها يجنن. جربوها مش هتندموا والله. انا بجيب لكم وصفات سهلة جدا وتقدروا تعملوها، حتى المبتدئين يقدروا يخشوا المطبخ ويعملوها. شايفين جميلة رهيبة جدا. وحطيت عليها بقى كمان صوص الكراميل بيودي الطعم في حتة تانية خالص. طعمها يا بنات خطير. انا عن نفسي مش عارفة امسك نفسي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد.